عايز فلوس يا ماما علشان انزل مع اصحابي. خد يا حبيبي. عايز فلوس يا ماما علشان هحلق حلقة كده جديدة، يعني الحلقة بتاعتي مثلا بقت حلقة قديمة وهعمل حاجة على الموضة، فعايز 200 جنيه للحلاق. خد يا حبيبي. عايز فلوس يا ماما علشان انا نازل اشتري شيبسي وكاريه وحاجات من دي، زي الولاد. خد يا حبيبي، ما انا مش بحرم ولادي من حاجة. اقعد بقى وسط القعدة كده واتفشخر واقول ايه؟ انا ولادي يحلقوا الحلقة ب200 جنيه. انا ابني ينزل يجيب سندوتش كريب او رغيف الكريب او ايا كان ب200 جنيه. ليه يا ست الكل؟ ما انت يمكن تعوديه او تعوديها على ان الفلوس دي زي ما بتيجي بتعب فلازم تتصرف في تعب. يعني ايه تتصرف في تعب؟ يعني الفلوس دي ما تتصرفش بسهولة، لازم نكون كده موفرين ومدبرين. يعني احنا جاتنا الاجازه، مش هنقول بقى اللي ما كناش نصرفه في الدروس هنصرفه بقى على الكاراتيه والشيبس والحاجات دي. لا، انا بجيب لابني حصاله او لبنتي حصاله وبحطها كده قدامي، بقول له الحصاله دي بتاعتك، واكتب عليها اسمه كده في تيكت زي التيكت بتاع كراسه المدرسه، واكتب عليها اسمها حصاله بتاعت فلان الفلاني، واقول لحبيبي مصاريف بتاعت الحاجه الحلوه هنجيب يوم ويوم لا. اليوم اللي لا ده اكون جايبه شويه فشار في البيت واعملهم واكل منهم انا وعيالي. او اكون مثلا جايبه حبه مثلا فنكوش واقليهم في حبه زيت واكل منهم انا وعيالي. كده انا بربيه وبعلمه قيمه القرش، بطلعه راجل وبطلعها ست بيت شاطره تعرف بقيمه القرش اللي في ايدها، ما تبقاش انانيه وتبقى حاسه باللي حواليها. الحصاله دي بنفتحها مع فتوح المدارس، نجيب منها بقى الكراسات بتاعتنا واقول له بص الحصاله بتاعتك يا حبيبي، وبص الحصاله بتاعتك يا حبيبتي بقى فيها فلوس قد ايه. انت اللي هتجيبي الكراسات بتاعتك السنه دي، او انت اللي هتجيبي الاقلام بتاعتك السنه دي، او انت مثلا اللي هتدفعي فلوس اول كتاب هتروحي اول درس بيه. فطبعا هيطلع كده اعتمادي، هيعتمد على نفسه وهيطلع قوي، وهيطلع ضد الايام اللي احنا فيها والصدمات اللي جايه، ايام ما يعلم بها غير ربنا. فعلى رأي المثل وعلى رأي مامي قالت، والكلام كان فعلا صحيح: جوزك على ما تعوديه، وابنك وبنتك على ما تربيها. اتمنى ان الفيديو يكون افادكم، ودي كانت الوجبه بتاعتنا النهارده. الحمد لله، الحمد والشكر لك يا رب، ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. اتمنى ان انتوا لو شفتوا الفيديو لحد هنا تنوريني باشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده، واللي جاي ان شاء الله باذن الله احلى. بس انا كده حبيت ان انا ابدا معاكم بالفيديو خفيف ان شاء الله يكون خفيف.